هتلاقوا التلطيش جاي من كل حتة، مش بس الملحدين لكن فئات أخرى مش لازم أقول، أنتوا عارفين. فئات اخرى مش عايز اقول بقى، انتوا عارفين. بيتكسف، هو بيحرج، هو بيتكسف يقول هم المسلمين اللي هم قاعدين بيلطشوا فيه، فلا هو بيحرج. هو يقول ملحدين لكن يجي يقول لك مسلمين يقول لك ايه انتوا عارفين. طب لما هم عارفين طب ما تقول لهم. انت محرج يعني، مكسوف يا رافائيل. مش لازم أقول، أنتوا عارفين مين بيقعد يحطم في الإيمان المسيح ويشكك فيه. يحطم في الإيمان المسيحي ويشكك فيه. والله نطقت بالحق، يعني أنت صدقت وأنت كذوب، إن إيمانك بفضل الله سبحانه وتعالى حطم. وانتوا كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى بقى عارف حقيقة المسيحية. يعني لازم يا رافائيلو وتوادرس والكنيسة كلها تبقى عارفة إن المسلمين، وده هدف من أهداف البث بالمناسبة، إن احنا نوعي المسلمين. المسلم يبقى واعي، وبالضد تعرف الأشياء. يعني أنت عمرك ما تعرف الشر إلا لما تشوف الخير، عمرك ما تعرف الخير إلا لما تشوف الشر. وأنا بتكلم عن نفسي، واعتقد اللي انا بقوله ده شعور اي مسلم بيتابع بفضل الله سبحانه وتعالى البثوث بتاعت الاخوه الافاضل. الاسلام قيمته في نفسه نعم، لكن ما استشعرنا قيمه الاسلام الا لما شفنا المسيحيه. والله الا لما شفنا المسيحيه والاعتقاد المسيحي، فبفضل الله سبحانه وتعالى قلنا الله، ده احنا عندنا جوهره ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بيها، ونعمه النعم ومش مدينها قدرها. فعرفنا بالفعل قيمه الاسلام لما شفنا المسيحيه. فلازم تعرف يا رافائيلو ان المسلمين بفضل الله لما عرفوا قيمه الاسلام وعرفوا قدر المسيحيه، فده في حد ذاته يعني بيخليك ان انت لما تمشي في الشارع تستحي. رافائيلو لما تشوف مسلم كده وانت ماشي في الشارع ينزل عينك تحت، لان المسلم ده عارف انت بتعبد ويسكي، عارف انت بتعبد رغيف حوش، دقيق يا عم، فطيره، عيش، عشان ما تزعلش تفتكر ان انا بسخر ولا حاجه، رغيف عيش يا عم. فلازم تبقى خجلان شويه يا رافائيلو، وتعرف ان ايمانك بالفعل اتحطم، وان ما في مسلم عاقل عنده مسحه عقل، او على الاقل سمع بث واحد من بثوثنا بفضل الله سبحانه وتعالى، الا وهيشوف المسيحيه دي على حقيقتها.